في ملف كلنا بنتعامل معاه دلوقتي، مش بس باهتمام، بترقب وقلق، وهو ملف مياه النيل. حضرتك كنت في رحلة الأسبوع الماضي مع رئيس الوزراء إلى السودان. إيه منظورك لمياه النيل، وهل في إمكانية إن إحنا نصلح ما أفسد في السنوات الماضية؟ أكيد. أولا الحكومة الجديدة وجدت أن أول زيارة تخرج من مصر لابد أن تكون للسودان الشقيقة، ورئيس الوزراء قاد الوفد ومعه 8 وزراء بيغطوا تقريبا كل التخصصات. ما واجهناه هناك ما كناش متصورينه، يعني قيل لنا ان ده ما حصلش من سنوات، يمكن من ايام عبد الناصر والعلاقات الذهبيه بين مصر والسودان. من المطار الى الفندق كان في سودانيين ماسكين العلم المصري وبيشاوروا لنا. ما شفناش للموكب وبيتكلموا على مصر الثوره ومصر الحبيبه ومصر، يعني كان حاجه حقيقي تفرح. التفاهم مع زملائنا هناك كان ممتاز، لدرجه انا لما عملت تقرير في اللجنه المشتركه بدات باني قلت انا فاكر ان انا رايح مع زميلي وزير خارجيه السودان، احنا وفدين طلعنا وفد واحد، لان بنتعاون في كل حاجه ومتفاهمين في كل حاجه، والحقيقه يعني مصر والسودان بيكملوا بعض. لما رحنا جنوب السودان نفس الشيء. يعني اول حاجه كنت اقول لحضرتك يمكن الاحتفاليه دي في الشمال بس. لا 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 لا, لا. جنوب السودان اصل عاملين حاجات كتير قوي في جنوب السودان، علاقتنا بيهم كويسه. مصر عامله حاجات كتير جدا، جامعه الاسكندريه بتفتح جامعه هناك، عندنا مستشفى هناك، عندنا مستثمرين هناك، هم طالبين منا مساعدتهم، مساعدتنا في حاجات كتير عندهم في الزراعه وفي الري. الحقيقه يعني في يكفي ان اقول انه السوفت باور، القوه الناعمه بتاعت مصر ظهرت في جنوب السودان ازاي. اول ما قعدنا الوفود مع بعضها اتقال للوفد بتاع جنوب السودان اللي درس في مصر يرفع ايده، 6 رفعوا ايديهم بين جامعه القاهره وجامعه اسكندريه وجامعه الزقازيق. فعندنا الحقيقه علاقات قديمه وممتده في شمال السودان وجنوبه، ويجب المحافظه عليها. اتكلمتوا على ملف المياه، ملف النيل. اتكلمنا على ملف المياه طبعا. السودانيين معانا في نفس الملف وفي الطريقه وبنفس التفكير. ما هو دلوقتي في الشمال وفي الجنوب. في 2 سودان دلوقتي. هما الاثنين متفقين معانا تماما. والاتفاقيه الاطاريه اللي موجوده دي احنا كل الحكايه احنا عاوزين نعيد النظر فيها. ليه؟ لان فكره الاتفاقيه الاطاريه دي ان دول وادي النيل كله، حوض النيل كله، كل حوض النيل يتفاهموا مع بعض ازاي يوصلوا الى احسن تنميه وتجيب لهم الرخاء المطلوب، مش انهم يتنازلوا على حاجات صغيره. يعني كان ما اعرفش الاسباب ايه، لكن في وقت من الاوقات كان في، نرجع نقول الفكره ثاني، النظره للشجر مش للغابه. احنا عاوزين نجيب النظره هنا للغابه مش للشجر. واعتقد ده يعني في مؤشرات ان شاء الله يكون الموقف. طيب مش عايزه اكون تشاؤميه معالي الوزير، انما في ناس كثيره تعتقد انه ما افسد في عشرات سنوات ماضيه لا يمكن اصلاحه يعني بسهوله، بمعنى انه المساله مش بس اتفاقيه اطاريه وتوقيع وانه الشهر اللي فات حصل مفاجاه بتوقيع اضافي، انما كمان لها علاقه بافتراض سوء النوايا ما بين كل الأطراف وبعضها. المسألة لها علاقة ببعد اقتصادي وتنموي في البلدان الإفريقية والسدود التي تبنى وآخرها السد الأخير في إثيوبيا. المسألة لها علاقة بلاعبين جدد في المنطقة. يعني في ناس مش عايزة أقول تشاؤمين، إنما بيعتقد أن الملف أصعب من أنه يتم احتوائه في القريب العاجل. شوف، هو مش سهل احتوائه ومش سهل تصليح اللي حصل، واللي حصل ده له أسباب كثيرة، من ضمنها أن مصر كانت مش هقول في غيبوبة، لكن كانت الحقيقة لا تركز على البعد الإفريقي في علاقاتها الخارجية. وأعتقد ده اتغير. الحكومة الجديدة ناوية تهتم بهذا اهتمام شديد، وهيكون في يعني تنمية علاقات حقيقية وتفاهم مع كل هذه الدول، وزيارات لهم وايه مطالبهم وايه اللي نقدر نعمله مع بعض وايه اللي ما نقدرش نعمله مع بعض.